محمد طارق علي محمد يرجع الكوره على اليسار، والناحيه الثانيه مقطوعه لمصلحه الكوره، كوره علي السيد مقطوعه توصل لزازا، في وسط الملعب، كوره مع الكوره ولكن فيها عصاره ضربه حره، عصاره لعلي طارق وائل ضربه حره لمصلحه الكوره، ضربه حره لمصلحه الكوره، يؤول ضربه حره في اللقاء، ضربه حره لمصلحه الكوره. هذه جمعة على التنفيذ، حط الكورة لعلي محمد يلعب كورة أمامية مش معدية غير الموضوع، يطلع المسافة ويطلع شيء عدى كورة خطيرة وفي الجول يضاع الجول، فرصة خطيرة لمصلحة شيوة، كورة عند زازا يلعب كورة أمامية باتجاه إسلام طارق، إسلام العصير موجودة ولكن دفاع شيوة حمل على الكورة ياخد التمس، محمد عوض الله حط الكورة لعلي السيد، كورة ورا عند محمد أمامية بدون عنوان فلا الملعب لم يلتمس لغنام من ناحية الشمال، لم يلتمس طارق وائل عند الكورة ولكن لم يلتمس مرة ثانية، المرة دي مصلحة شيوة، لم يلتمس لمصلحة شيوة، محمد عوض الله حط الكورة عند ماجد مصطفى بأصل اليمين، ماجد يطلع عايز يلعب كورة أمامية ولكن مضغوط عليه، كورة عندك علي محمد يرجع ورا مهند حط الكورة الكاسة، كورة أمامية على اليسار محمد عوض الله عند الكورة أمامية لم يلعبها ولكن مقطوعة من الزفة، يلعب كورة عند علي محمد يلعب كورة أمامية طويلة وعالية ولكن الدفاع يتفوق، دفاع شيوة يتفوق، يرجع كورة محمد السعيد، كورة عند علي السيد مقطوعة، كورة محمدية يرجع شوية تسديدة ولكن تفوق، كورة دي خطيرة، تسديدة ولكن الحارس يتألق ويتفوق ويطلع الكورة فترة الأمام السلامة، لم يلتمس لمصلحة شيوة من ناحية الشمال، لم يلتمس ملعوبة وسط الملعب علي يرجع الخلف للحارس مصطفى السيد، كرة أمامية طويلة وعالية، الدفاع راسية موجودة دفاع المنظر، راسية موجودة من دفاع المنظر، طلع كرة بره لم يلتمس بشيوة ملعوبة في وسط الملعب، يرجع الكرة مقطوعة كاسة حبيبي يرجع الكرة لمصلحة النادي، كرة ملعوبة أمامية عند إسلام طارق، ترجع مرة ثانية تسديدة ولكن الحارس كده مصطفى السيد وطلع عليها أول تسديدة شكلها جميل جدا وأول تسديدة خطيرة، يرجع الكرة راسية موجودة من النادي ولكن المرة من الدفاع شيوة، ترجع الكرة مرة ثانية لعلي طارق وائل مقطوعة لمصلحة شيوة، محمد عوض الله مضغوط عليه ياخدها تاني، علي جمعة عند الكورة ولكن في عقابة كده وفي زق ودفع وحكم اللقاء يوقف اللقاء وهيحتسب وعلى الأرض لاعب شيوة إن شاء الله الإنساني، التعادل الثاني أمام كريستيان الاتحاد وشيوة هيكونوا جولة أمام الاتحاد والأهلي الكورة. دي شو بقى ولا يا اهلا يا كابتن. دي شو بقى محمد عوض الله حط على فرصه وياخد الثلاث، محمد عوض الله لم يتمثل شيوة ملعوبة عند الكسر، يرجع فرصه اليمين ماجد مصطفى كرة في العرض عند عوض الله استلام الكنترول، تسليمة جميلة جدا لمصلحة علي عايز يعدي ولكن الكرة تجاوزت الخط، ولم يتمس لمصلحة الطلاب، نادر علاء كان سجل 4 أهداف في مرمى من الثمانين، مش موجود نادر علاء النهارده في التشكيلة، محمد زهران كان سجل موجود. في 3 شباب كانوا جايين في دكتور ونسيوا التليفون بتاعهم في دكتور. في 3 شباب كانوا التليفون
تليفون موجود اهو. تليفون موجود. ماشي مش خليه. ماشي يا شيخ. اتفضل. نرجع لورا. علي. جسة مقطوعة خطورة وحسين مطلعة تمرمي اسلام طارق خط الكورة طارق ولكن مقطوعة مرة ثانية وصل الكورة عند عوض محمد عوض الكورة محمد الطارق وعدى وشي محمد ولكن مقطوعة محمد صادق عند الكورة صادق يلعب كورة بالعرض الناحية الثانية عند ماجد بيصلح نفسه تسديدة عن طريق ماجد ولكن تسديد الدفاع ترجع الكورة تمرمي خطورة واللقاء كده هيبقى ايه شكل الحدث كده بقى عايزين نشوف الجول هنشوف الجول طبعا انا لما تشيل عدى مهاره عدى يرجع على الخصم مره ثانيه عند ناجي عايز يعمل عرضيه مش معديه يرجع مره ثانيه لناجي ناجي عند الكوره يطلع على الخلف مهند عند الكوره هيدي مين؟ كوره اماميه مش معديه مقطوعه من دفاع النمر كوره عند النمر حط الكوره الناحيه الثانيه لطارق وائل طارق مقطوعه من طارق بيلعب النار كوره عند الشيخ خطيره عدى ولكن على الكوره يسقط على الارض وحكم اللقاء يحتسب ركله حره من مكان ممتاز جدا مكان روعه الروعه مكان ممتاز ممكن يشكل خطوره وممكن يكون اول هدف في اللقاء هنشوف نتابع ضربه حره ضربة الحرة لمصلحة شيبة من ناحية اليسار مكان قريب جدا لمنطقة عمليات النمل الضربة الحرة هنشوف نتابع هيعملوا فيها ايه موعود على طول تسديدة هنشوف في ايه حكم اللقاء بيقول له خلاص خد هناك هنشوف في ايه ولكن هجمه خطيره والمسافه من ضربه حره والمكان ممتاز ولكن هنشوف في ايه حكم اللقاء في ايه حكم اللقاء ضربه مرمى ولا مش جول ضربه مرمى تماما مفيش جول مفيش هدف ضربه مرمى كان طلع يلعب كرة أمامية طويلة وعالية ولكن يعفوز اللاعبين يكون عن طريق مهند السعيد توصل لعلي سيد حط الكورة الدسة ولكن في شكل وجذب وضربة حرة لمصلحة اليوم شكل وجذب كده لطارق وائل وضربة حرة لمصلحة اليوم نشوف نتابع علي جمعة على التنفيذ علي جمعة والضربة الحرة تماما علي داخل تسديدة قوية جدا